بيقول لك بقى يا صديقي، في مملكة برند العظيمة كان أساطير العالم متجمعين في مكان واحد علشان يشوفوا مهمة الإنقاذ اللي هيحصل عليها أحد الأساطير. وعلى عكس المتوقع بتظهر مهمة إنقاذ عالم من الرتبة اس، وطبعا الرتبة ديت هي أعلى الرتب. المسؤولة بقى عن المهمة ديت هي أسطورة الشفاء ريستا. الكل بعدها بقى بيحييها علشان حصلت على المهمة دي، والبنت بتشكرهم على ثقتهم الغالية، بتوعدهم بعدها وبتقول ما تقلقوش أنا هنقذ العالم ده من الدمار. الكل طبعا بيفرح بيها وبيحييها على ثقتها، وحاجة آخر حلاوة. بس بقى صديق البنت أول لما بتوصل البيت بتكون مشلولة حرفيا. عالم اللي من المستوى اس اللي انتم عاوزين ننقذه، العوالم من المستوى ده صعبة جدا ومستحيل اي حد يقدر ينقذها. ده حتى الناس اللي قدرت انها تنقذ مئات العوالم لما بيسمعوا عن عالم رتبته اقل من المستوى اس بيتهزوا كده وبيكونوا قلقانين. ما بالك انا الغلبانة اللي ما انقذتش غير 5 عوالم بس، عاوزين ننقذ ده ازاي؟ انتوا اكيد بتهزروا. بتكون طبعا مشلولة من الوضع اللي هي فيه، بس هتعمل ايه يعني؟ ما قدامهاش حل تاني. بتروح بقى على قائمة المرشحين اللي تقدر تستدعيهم العوالم الامنة علشان تقدر تختار واحد منهم يكون البطل بتاعها، ولكنها بتلاقي ان كلهم شبه بعض وما فيش حد فيهم مميز خالص. طبعا البنت بتحس بالاحباط لان كده محكوم عليها بالفشل وما كانتش عارفه تعمل ايه. ولكن فجاه بتنزل ورقه كده على دماغها تجيبها الارض. ريستا بتتضايق جدا، ولكن لما بتشوف الورقه بتتصدم. ايوه الراجل ده كل احصائياته عاليه جدا ومهاراته كتيره بشكل مرعب. ده اللي انا عايزاه. بدون تفكير بتروح بقى زي الهبله علشان تستدعي البطل بتاعها وبتجهز دايره سحريه وبوم بتجيبه. بيظهر قدامها بعدها شاب طويل وشكله قوي جدا وكمان جميل. البنت بقى بترحب بيه وبتقول له اهلا بيك يا عم البطل سيا، انا ريستا اسطوره الشفاء، جبتك هنا علشان تكون البطل اللي هيكون قادر على انقاذ العالم. فسيا بيقول لها انقذ عالم مين؟ هو انا اعرفك اصلا؟ ريستا بتتفاجئ من كلامه، ولكن بتفكر ان هو بيتكلم معاها كده علشان مصدوم من الوضع اللي هو فيه. فبتروح بعدها بقى تفهمه الدنيا وبتقول له ان في عالم في خطر واحنا محتاجين شخص يساعده، وبصفتها بقى اسطوره الشفاء فهي طلبت مساعدته علشان ينقذ العالم ده. سيا بيقول لها وانت ما تروحيش لوحدك ليه؟ انا مال اهل انا. ريستا بعدها بتقول له الاسطوره ما ينفعش تدخل العالم بشكل مباشر، لازم يكون معاها بطل يساعدها. فسيا بيقول لها على كده انت وجودك زي عدمه، يعني انا اللي هشيل الليله لوحدي. البنت لما بتسمعه بتتضايق من كلامه وبتفكره بتقلل منها وبتقرر تعمل حاجه علشان تبهره. بتقول له قول كده نافذه المهارات وساعتها هتلاقي حاجه رهيبه جدا وهتصدمك. ولكن سام ما بيرضاش يقول الكلمه اللي هي قالت عليها وبيقول كلمه خصائص. فبتظهر نافذه غريبه قدامه وريستا ما بتبقاش قادره تشوف منها حاجه، ولكن لما سيا بيشوفها بيتغير كل حاجه. فبعد ما كان رافض فكره ان هو ينقذ العالم بيقرر ان هو يقبل المهمه رغم خطورتها الشديده. فبتشكره ريستا على ثقته وبتوري له الاحصائيات بتاعته وبتقول له ان هو اقوى من اي بطل ظهر لحد دلوقتي، وبالاحصائيات ديت هيكون قادر على انهاء المهمه بكل سهوله. فبيسالها سيا وبيقول لها ايه اللي هيحصل لو انا مت في العالم ده؟ ريستا بتقول له ولا اي حاجه، هترجع للعالم بتاعك وكل ده هيكون كحلم بالنسبه لك. بعدها بقى ريستا بتفتح بوابه علشان توري له العالم اللي هينقذوه، ولكن سيا ما بيرضاش يروحه وبيقول لها عالم اللي عاوزاني اروحه دلوقتي يا مجنون انت، انا مش رايح في حته. البنت كده بتستغرب وبتقول له يا عم انت مش قلت انك موافق على انقاذ العالم من شويه؟ ما تيجي يلا علشان ننقذه. سيا بيقول لها انا قلت لك موافق، ولكن مش هنقذه غير بشرط واحد. بيقلع بعدها التيشيرت بتاعه وبينزل لها بضغط في المكان. ريستا طبعا بتتفاجئ اكتر وبتقول له انت بتعمل ايه يالا؟ انا بقول لك انت هتروح تنقذ العالم مش هتلاعب البيج رامي، ايه اللي انت بتهببه ده؟ وهنا بقى بتفتكر ريستا حاجه مهمه جدا في الملف بتاع سيا. ايوه هو شخصيه حذره جدا جدا، هو علشان كده بيتمرن. بعدها ريستا بقى بتروح تقابل صاحبتها اريا اسطوره الحكمه وبتقول لها انها مش قادره تفهم البطل بتاعها. اغلب اليابانيين اللي كانت بتجيبهم هنا كانوا على طول بيتحمسوا لانقاذ العالم بسبب تعودهم على النوع ده من القصص، ولكن سيا مختلف عنهم لانه حذر جدا بطريقه مريضه. بتقول لها اريا ان ده الطبيعي بما انكم هتنقذوا عالم من رتبه اس، والافضل يعني بدل ما تكوني متضايقه منه تحاولي توفري له سبل الراحه علشان يقدر يكمل مهمته. فبتقتنع ريستا بكلامها وبتروح علشان تعمل اللي قالت لها عليه. ولما بتمشي بتضحك اريا كده عليها وبتقول انهم ما اتغيروش ابدا حتى بعد كل اللي حصل، وشكل بقى في ان ورا كلامها ده يا صديقي. المهم في الوقت ده ريستا بترجع عند سيا وبتجيب له الاكل وكل سبل الراحه اللي هو محتاجها. فسيا بيقول لها كل انت من الاكل الاول لا يكون في سم ولا حاجه. ريستا بتتعصب منه بتقول له ان هو ما فيش اي حاجه من اللي هو بيقول عليها دي، وبتاكل جزء من الاكل علشان تخليه يثق فيها. فبيقول لها سيا في الحاله ديت الاكل ممكن يكون في سم بطيء المفعول، انا لازم استنى شويه علشان اتاكد من صحه الاكل. البنت حرفيا بتتشل منه وبتجيب اخرها وما بتعرفش هو مريض كده ليه. وبعدها بقى بتتعصب وبتقول له اللي انت بتعمله ده ملوش لازمه، لان التدريب والكلام الفاضي ده مش هيكون كافي علشان يقدر يغلب ملك الشياطين. وعلشان تثبت ليه كلامها بتقول له انها هتسيبه كام يوم يعمل فيهم اللي هو عاوزه ويشوف في الاخر هيوصل لحد فين، ولما يلاقي نفسه ان هو بقى جاهز يستخدم المنبه ده علشان ينادي عليها. وبعدها بتمشي. فبتفتكر ريستا بقى ان سيا هيزهق من اللي هو بيعمله وكلها يومين يعني وهيرجع يكلمها، ولكن بيعدي اسبوع والواد حرفيا مش سائل فيها. وخلال موت ريستا بقى من الملل بيرن الجرس اخيرا. بتروح جري بقى علشان تقابل سيا، واول لما بتشوفه بتتفاجئ جدا. الواد حرفيا جسمه مختلف تماما وبقى شكله اقوى بكتير. بعدها ريستا بتساله هو قدر يرفع قوته لحد دلوقتي ازاي. الواد طبعا ما بيردش عليها، ولكن ريستا بتبص على احصائياته بتلاقيه بقى في المستوى ال 15 والبنت حرفيا بتتشل. هو ازاي شويه تمارين ضغط يعملوا كده؟ اكيد في حاجه غلط. سيا بيقول لها ما فيش اي حاجه وبيصدمها كمان بيوري لها بقى قدراته التانيه واللي بتكون قدرات اسطوريه وعاليه جدا. ولكن بالرغم من
من كل ده؟ الواد بيكون عايز يتمرن اكتر علشان يرفع من قوته. البت بتقول له انت فاكر ان انت هتقعد في الغرفه دي طول حياتك ولا ايه يا عم؟ بتفتح بوابه للعالم التاني اللي هينقذوه، وبتقول له تعالى معايا يلا. فسيا بعدها بيقول لها تمام انا كده خلاص مستعد بالكامل. البنت بتستغرب جدا وبتقول له وانت اتجننت ولا ايه؟ ما علينا. بيروحوا بعدها بقى هما الاثنين على اول منطقه في العالم التاني واللي اسمه ايدونا. بتكون المنطقه ديت عباره عن ارض خضراء واسعه جدا وشكلها مسالمه. بيروحوا طبعا على المدينه علشان يشتروا المعدات ويدوروا على وحوش يقتلوها ويرفعوا مستوى سيا. بيقابلوا بقى في طريقهم واحد كده من سكان المدينه وبيسلم عليهم وريستا بتسلم عليه. بتكون مبسوطه جدا ولكن سيا بيقول لها انت بتعملي ايه؟ هو اي حد تسلم عليه كده؟ فبتقول له يا ابني ايه المشكله؟ الراجل ما فيهوش اي حاجه. فسيا بيقول لها ده ممكن ما يكونش شكله الحقيقي ويمكن يطلع وحش متحول ولا حاجه. ريستا بتتعصب من كلامه وبتقول له اسكت يلا وخليك في حالك، ما فيش حد مجنون غيرك في المكان ده. بيروحوا بعدها بقى المتجر الاسلحه علشان يجيبوا شويه عناصر تساعدهم في المغامره بتاعتهم. وريستا ادت لسيا فلوس على اساس ان هو يجيب درع وسيف علشان يحمي نفسه، ولكن سيا كان عاوز 3 دروع و50 من اي حاجه في المحل. والبنت حرفيا هتتجنن. 3 دروع ايه يا عم اللي هتقاتل بيها؟ انت عبيط ولا ايه؟ فسيا بيقول لها ان هو لازم يجهز نفسه من بدري لان خصمه ممكن يكون بيدمر الدروع ولازم يعني يبقى معاه دروع احتياطي. فبتديها ريستا منه وبتاخد الفلوس وبتقول له عنك انت يالا انا هجيب لك الحاجه بنفسي. بتجيب له ريستا درع وسيف جامدين جدا وبيبقى شكل سيا حاجه اخر حلاوه. فبتقول له ريستا بما انك مستعد دلوقتي يلا نروح نصطاد الوحوش. فبيقول لها سيا ان هم لسه مش مستعدين للتعامل مع الوحوش اللي في الغابه. ريستا بتقول له ان اغلب الوحوش اللي هنا ضعيفه جدا وانا هوريك بنفسي. بيروحوا فعلا هما الاثنين على الغابه وبيقابلوا وحش سلايم قدامهم. ريستا بقى بتقول له شفت الوحش ده ضعيف ازاي؟ انت لو اديته بس بظهر ايدك هتجيب اجله. ولكن على عكس ما هي متوقعه سيا كان بيراقب الوحش علشان يشوف هو خطير ولا لا. بتقول له ريستا ان هو يقدر يتغلب على الوحش ده بكل سهوله، مفيش داعي يعني تخاف منه. فبيتحرك سيا بسرعه ناحيه السلايم وبسيف الانشطار الذري بتاعه بيفجر الوحش لحد لما بيفتته حرفيا. ريستا بقى بتكون متفاجئه وبتقول له ما كانش في داعي انك تعمل كل ده الوحش ده يا عم ضعيف خالص. سيا بقى ما بيعبرهاش وبيفعل نيران الجحيم وبيفجر المكان بالكامل. ريستا بتقول له انت بتعمل ايه في الوحش يا ابني؟ الوحش اصلا مات وشبع موت. سيا بيقول لها انا لازم اضربه ضربه كمان علشان اتاكد من موته. بيفضل سيا يضربه لحد لما بيدمر الغابه تقريبا. بتقول له ريستا انت ليه عملت كده يا ابني؟ ده وحش ضعيف جدا وانت اكيد شفت احصائياته وعارف ومتاكد ان هو مش محتاج كل القوه ديت. فبيقول لها سيا حتى لو كنت عارف احصائيات الخصم لازم اكون حذر في التعامل معاه لان مش كل اللي مكتوب في نافذه الاحصائيات بيكون حقيقي. فبتقول له ريستا بما انك اطمنت ان الدنيا تمام فخلينا نكمل قتال في الوحوش بقى. وفجاه بيحس الاثنين بهاله شيطانيه مرعبه جدا. الاثنين بيتشلوا مكانهم من قوتها وريستا بتدور على مصدر الطاقه المرعبه دي. هنا بقى بتظهر محاربه قويه جدا قدامهم وبتقول لهم اهلا بالبطل، احب اعرفك بنفسي انا احد اللوردات الاربعه لسيد الشياطين كارثه الفوضى، وبما انك شفتني يا عم فده هيكون اخر يوم في حياتك. ريستا بقى لما بتشوفها بتتفاجئ جدا وبتقول ازاي واحده من الكوارث تظهر في المناطق الامنه بالسرعه دي؟ اكيد في حاجه غلط. فبتقول لها كارثه الفوضى سيد الشياطين كان عارف ان في بطل هينقذ العالم ده وعلشان كده هو بعتها على الاماكن الامنه الاول تستنى البطل لحد لما يظهر وبعدها تخلص عليه. فبتتصدم ريستا جدا من كلامها وبتعرف انهم كده لو كانوا نزلوا هنا من اول يوم سيا وصل فيه كان زمان رحلته خلصت قبل ما تبدا. بعدها الشيطانه بتخرج هاله مخيفه جدا وشكلها مستعده للقتال. ريستا بقى بتشوف احصائياتها ومش بتكون مصدقه نفسها. البنت في المستوى 66 وكل احصائياتها قريبه من ال1000. هم كده مستحيل يكسبوها. بتسال سيا هنعمل ايه؟ فبوم بتلاقيها خدله في اسنانه وهرب. الله عليك يا سيد الرجاله، الجاري نص الجدعانه برضه. وخلال هروبهم بقى بيقول لها سيا انهم لازم يخرجوا من العالم ده فورا. فبتفتح ريستا البوابه علشان يهربوا ولكن الشيطانه بتكون وصلت وعلى وشك الهجوم عليهم. سيا بقى بيفعل سحر نيران الجحيم وبيفجرها علشان يعرفوا يهربوا ولكن الشيطانه بتقول له مفيش فايده من الهروب، انا عارفه ازاي هجيبك لحد عندي، ما تقلقش يعني يومين بالظبط وهتيجي زي الكلب هنا. بيرجع الاثنين مملكه دوراندي واول حاجه سيا بيعملها ان هو بيطرد ريستا من المكان علشان يتمرن. بيعدي يومين وبتكون ريستا زهقت من الوضع ده فبتستخدم بلوره خاصه علشان تعرف ايه اللي حصل في المدينه. وهنا بتلاقي الصدمه، ايوه الشيطانه دخلت المدينه وعماله تنشر الخراب والدمار في كل حته والناس بيطلبوا المساعده من اي حد بس مفيش حد هناك علشان يساعدهم والشيطانه عماله تذل فيهم. بتقول ان لو البطل ما ظهرش بعد ساعه هقتل كل الناس الموجوده في المدينه. ريستا بتتضايق لما بتعرف اللي بيحصل وبتروح عند سيا وبتقول له الشيطانه دخلت المدينه هتقتل كل الناس اللي هناك لو ما رحناش وساعدناهم، يلا يا ابني نعمل اي حاجه. سيا بيقول لها ان هو لسه مش قوي كفايه علشان يقدر عليها ولازم يتدرب اكتر من كده. وبعدين يعني مش انت قلت ان الوقت هنا ابطا من اللي في العالم التاني فخلينا هنا براحتنا. ريستا بعدها بتقول له مش معنى ان الوقت هنا ابطا يبقى مش بيتحرك هناك، الناس هناك في خطر ولازم نروح وننقذهم. بتفتح ريستا البوابه بقى علشان يروحوا هناك ولكن سيا بيوقفها بيقول لها انا لسه مش مستعد علشان اقاتل الشيطانه دي، احنا كده هنروح ونموت وخلاص. ريستا بتقول انهم لو استنوا اكتر من كده الناس اللي في القريه كلهم هيموتوا ولكن الواد بيتجاهلها وبيكمل تدريب. فبتتضايق ريستا جدا من اللي بيعمله وبتقول انا كنت فاكره انك هتكون بطل عظيم بس طلعت شخص جبان جدا، ناس كتيره هتموت بسببك، انا عمري ما هسامحك. بتفتح بعدها الباب وبتكون هتمشي ولكن سيا بعدها بيوقفها بيقول لها ان العالم ده على حافه الدمار، انا الوحيد اللي اقدر انقذه ولازم احافظ على حياتي لاني لو مت فالعالم ده كله هيتدمر. انا مش جبان يا ست ريستا،
ريستا، انا حريص بس على الناس دول اكتر من اي حد في العالم، وانا لو زي ما انت بتقولي جبان ما كنتش هبذل كل المجهود ده علشانهم. فبتبص ريستا كده على احصائياته وبتلاقي المفاجاه، ايوه الواد في يومين بس قدروا ان هو يوصل للمستوى 21 وكل احصائياته بقت قويه جدا. بيقول لها سيا انا اتمرنت كتير علشان اللحظه دي، دلوقتي انا على اتم الاستعداد لاي حاجه، يلا بينا على هناك. في الوقت ده بقى بتكون الشيطانه زهقت من الانتظار وبتقرر تقتل كل الموجودين في المدينه، ولكن قبل ما بترفع سيفها بتتعرض لهجوم قوي جدا. ايوه سيا وصل لانقاذ المدينه. بتقول له بقى الشيطانه انها ما تخيلتش ان هو يرفع قوته بالسرعه دي، بس مع الاسف انت هتموت النهارده. لسه بعدها بتقول لها انت اللي هتموتي، سيا احصائياته اعلى منك بكتير والافضل انك تستسلمي دلوقتي. ولكن فجاه الشيطانه بترفع سيفها وبتطعن نفسها بيه، والاثنين طبعا بيتصدموا من اللي حصل، بيكونوا فاكرين انها انتحرت وخلاص، ولكن الموضوع كان عكس كده. ايوه فجاه الشيطانه اتحولت لوحش مرعب وبقت اقوى بمراحل. بتشوف ريستا بعدها الاحصائيات بتاعتها وبتكون مش مصدقه نفسها، احصائيات الشيطانه زادت اكتر من 3 اضعاف وسيا حرفيا ما عادش منافس ليها. بتهجم الشيطانه على سيا وبتكسر المكان. ريستا بقى بتكون فقدت الامل في الفوز وبتقول اكيد زمانه مات. ولكن المفاجاه سيا مش بيصاب باي خدشه، حتى الكل مش بيكون فاهم حاجه ازاي قدر يصد ضربه الشيطانه رغم انها اقوى من احصائياته بمراحل. بتشوف بعدها ريستا احصائياته وبتعرف انها مزيفه، بتحاول تبين احصائياته الحقيقيه ولكن الواد بيكون منعها من الدخول. فبتستخدم ريستا كل قوتها لحد لما بتقدر تشوف احصائياته الحقيقيه، وساعتها البنت بتتشلى حرفيا لان سيا كان في المستوى 37 وكل احصائياته معديه ال 10000. ده غير ان معاه مهارات وقدرات اكتر بكتير من اللي شافتها في الاول. طبعا البنت بتكون مصدومه ومش مصدقه الاحصائيات دي وبتقول مستحيل حد يحصل عليها في يومين من التدريب، ومعنى كده ان سيا كان مخبي قدراته الحقيقيه من ساعه ما جه العالم هنا، وحتى لما قابل كارثه الفوضى كان يقدر يهزمها، ولكنه قرر يتدرب اكتر علشان يتاكد ان هو يفوز عليها بشكل ساحق. لسه بقى في الوقت ده ما بيجيش في بالها غير حاجه واحده، وهي ان الراجل ده مريض ومستحيل يامن لاي حد. بعدها الشيطانه بتتصدم بقوته وبتقول له ده انت طلعت اقوى ما انا متخيله، بس ده مش معناه ان المعركه انتهت. بتجمع الشيطانه كل قوتها علشان تدمر المدينه باللي فيها، ولكن فجاه سيا وصل عندها بوم بعدها بسيف الجحيم بتاعه بيهجم عليها، بيفجر ابوها وبيمحيها من الوجود، وبكده اخيرا كل حاجه انتهت. ريستا بقى بتروح عنده كده وبتكون مبسوطه جدا وبتقول له انها ما كانتش متوقعه انه يكون مخبي القوه ديت كلها، فبيقول لها ان ده طبيعي علشان يحمي نفسه من الاعداء ويقدر يكسب المعركه. بيجي بعدها بقى اهالي المدينه وبيشكروا سيا وريستا على مساعدتهم وبيعرضوا عليهم يقعدوا في المدينه ويعملوا احتفال كبير علشان انتصارهم. سيا بقى بيقول لهم مفيش مشاكل بس لازم اخلص حاجه بسرعه كده الاول. بيروح سيا بقى يلم الاثار اللي فاضله من كارثه الفوضى وبعدها بيفجرها هي والمدينه بالكامل، وبسبب الخراب اللي عمله الكل بيطلبوا من سيا يمشي قبل ما يدمر المدينه اكتر من كده. بعد ما بيمشي بقى الاتنين من القريه ريستا بتقعد تعاتب سيا، بتقول له انت مجنون ولا ايه يا ابني؟ انت ليه فجرت بقى الشيطانه في نص المدينه؟ ما كنت تعمل كده بره. فسيا بيقول لها ان هو ما يضمنش لما يلمس الحاجات دي ما تسيطرش على جسمه، والافضل يعني ان هو يدمرها في مكانها وخلاص. فبيجي بعدها بقى الراجل اللي سيا انقذه من الشيطانه هو وبنته علشان يشكره، بيديله كمان شويه فلوس كده علشان تساعده والدنيا رايقه. سيا بعدها بقى بيصدم الراجل وبيقول له ده انت يا راجل يا معفن مديني شويه ملاليم بعد ما انقذت حياتك، شكلي كان لازم اسيبك للشيطانه تقتلك. الراجل بيتصدم طبعا وبيعتذر وبيدي لسيا كل اللي معاه وبيمشي، وريستا بتصدم اكتر بتقول له انت ليه خدت الفلوس من الراجل يالا؟ مش البطل بيساعد الناس بدون مقابل؟ فسيا بيقول لها لا انا محتاج الفلوس ديت علشان اكون اقوى واساعد ناس اكتر. وبعدها بيرجعوا الاثنين لبراندي. بنشوف بقى ريستا قاعده مع اريا في الغرفه بتاعتها وبتكون بتشتكي لها من سيا، فعلى عكس كل الابطال اللي شافتهم تصرفاته غريبه جدا رغم قوته الهائله، وبرضه لسه عاوز يتمرن. فبتقول لها اريا ان ده طبيعي بسبب صعوبه العالم، علشان كده سيا على طول حذر، بس ريستا بتكون حاسه بالملل وعاوزه تنقذ العالم ده علشان تبقى اسطوره عظيمه زي اريا. فبتتاثر اريا من كلامها وبتقول لها انا مش الشخص اللي ينفع يكون قدوه ليكي. فبتقول لها ريستا انت انقذت 300 عالم، اكيد يعني انت اسطوره وقدوه عظيمه جدا. فبتقول لها اريا ده صحيح، بس من بين ال 300 عالم اللي انقذتهم كان في عالم واحد بس فشلت فيه فشل ذريع. العالم ده كانت صعوبته قليله جدا، كل حاجه كانت ماشيه فيه تمام، ولكن بسبب خطا واحد منها فشلت في انقاذ العالم ده وكل اللي فيه. فبتقول لها ريستا ان فشل واحد مش مشكله بما انها انقذت عوالم كتيره غيره. وهنا بقى بيجي سيا المكان وبتزعله ريستا علشان دخل من غير ما يخبط، واول لما بتشوفه اريا بقى بتتفاجئ جدا وكانها تعرفه، بتروح وبتسال سيا عن حاله، فبيسالها هي مين وعاوزه ايه. اريا بتعرف عن نفسها وبتساله عن سبب وجوده، فسيا بيقول لها ان التدريب لوحده ما بقاش يدي نفس النتيجه زي الاول، وعلشان كده هو جه هنا علشان يشوف طريقه تانية يرفع بيها قوته. فبتنبسط ريستا لانهم كده يروحوا يقتلوا الوحوش وبيبداوا المغامره بتاعتهم، بس سيا طبعا بيرفض طلبها لانهم ممكن يقابلوا شيطان تاني ولا حاجه. فبتقترح عليهم اريا بقى اقتراح وبتقول لهم ايه رايكم تشوفوا واحد من الاساطير اللي في مملكه براندي علشان يساعد سيا على رفع قوته. بتاخدها ريستا على جنب وبتقول لها مين ده اللي هيدرب سيا؟ ده انا وانت مش بنمتلك اي سمات هجوميه. فبتقول لها اريا انهم ممكن يروحوا لاقوى مدرب في المملكه، وفعلا الثلاثه بيروحوا عند افضل مدرب في المكان واللي اسمه سيريوس اسطوره النصل. بتقول له اريا انها عاوزه مساعدته في تدريب سيا علشان يقدر ينقذ العالم من الصعوبه فبيوافق سيريوس بشرط واحد ان مهما حصل ما ينفعش سيا يوقف تدريب والا مش هيساعده تاني،
تاني. فبعدها سيا بيقول له بلاش نفخة الصدر ديت لحسن هتيجي بعدها تعيط. فبيتضايق سيريوس وبيطلب منه يوري له مهاراته، وبعدها الاتنين بيهجموا على بعض وعلى الرغم من قوة اسطورة النسل ولكن سيا كان قادر يجاريه. طبعا سيريوس بينبسط من المهارات اللي عنده وبيقرر ان هو يعلمه كل حاجة. بعد يومين بقى بتروح ريستا علشان تشوف اخبار التدريب بتاع سيا، وبتلاقي سيريوس قاعد في المطعم. فبتسلم عليه كده وبتساله على اخبار التدريب بتاعه مع سيا. فبيقول لها سيريوس ان سيا محارب قوي جدا، وعلى الرغم ان هو مجرد بشري لكنه بيقدر يتعلم اغلب المهارات بتاعتي من اول يوم. دلوقتي عنده قوه مرعبه لدرجه ان انا ما عدتش قادر على مواجهته بقوتي العاديه. فبتنبسط ريستا ان سيا بقى قوي قوي كده وبتقول له تمام. وبعد 4 ايام بتروح ريستا تجهز شويه اكل علشان تحتفل بانتهاء تدريب سيا. ولما بتروح علشان تجيب المكونات بتلاقي سيريوس مستخبي هناك. بتتفاجئ ريستا وبتساله هو بيعمل ايه هنا. فبيقول لها وطي صوتك ده ممكن يسمعنا، انا تعبت قوي علشان الاقي المكان ده. فبتستغرب ريستا وبتساله هو بيتكلم عن ايه. فبيقول لها سيريوس هو في غيره، انا بتكلم عن سيا، الراجل ده مريض وربنا انا عمري ما شفت شخص حذر ومهووس بالقوه زيه. الواد حرفيا كان بيتدرب وبيتقاتل معايا ال4 ايام بلياليهم وما خدش لحظه واحده علشان يرتاح لحد لما بقى اقوى مني ب3 مرات وما بقتش منافس لي اصلا. بس سيا قال لي ان هو مش هيسيبني غير لما يكون اقوى مني ب100 مره. فرحت واستخبيت منه هنا علشان ما يلاقينيش تاني. وشكل الواد ده مفتري قوي يا صديقي. المهم يعني سيا بقى بيجي عندهم هما الاثنين وبيقولوا انهم اتاخروا على التدريب ولازم يروحوا يكملوا دلوقتي. سيريوس اول لما بيسمع الكلام ده بيجي باخره وبيقول له يا عم انا كرهت حياتي كلها بسببك، لو كل محارب هيخليني ادربك فانا مش عاوز اكمل. بياخد سيريوس سلاحه وبيرميه في البحر على اساس يعني ان سيا هيسيبه. بس سيا ما بيحلوش، بيقول له انت هتدربني لحد لما اوصل للمستوى اللي انا عايزه. فبتوقفه ريستا وبتقول له يسيب الراجل في حاله. فبتيجي اريا بقى في المكان وبتقول لها ان الجده العظيمه اشتار عاوزه تقابلها ضروري. بعدها بتروح ريستا عند اشتار، ودي بالمناسبه سيده مملكه براندي. بتسالها اشتار عن حاله البطل بتاعها وبتقول لها ريستا لا ده ما تخافيش عليه، ده خلى اسطوره النصل يعتزل القتال من اللي عملوا فيه. فبتقول لها اشتار ان ده كان طبع سيريوس حتى لما كان بشري. بتتفاجئ ريستا من الكلام ده، فهي كانت فاكره ان الاساطير بيكونوا اساطير من الاول وما فيش حد فيهم يعني كان بشري. فبتقول لها اشتار ان علشان الواحد يكون اسطوره لازم يعمل حاجه عظيمه جدا زي انك تعمل لايك او اشتراك يا صديقي علشان تكون اسطوره. ما علينا. المهم بتكمل اشتار كلامها وبتقول سيريوس كان محارب غلبان جدا بس بسبب تدريبات معلمه الاول قدر ان هو يكتشف قدراته الحقيقيه وبقى اسطوره النصر اللي انت تعرفيه دلوقتي. على العموم يعني مش ده موضوعنا، انا جبتك هنا علشان حاجه اهم من الكلام ده، انا جبتك علشان تروحي المدينه اللي بعدها في اسرع وقت. فبعد ما قتلتم الكارثه اللي بعتها سيد الشياطين بعت وحش قوي جدا علشان يدمر مدينه شيمول وكمان عاوز يدمر الحلفاء اللي هيساعدوا سيا في رحلته. فبتشكرها ريستا وبتروح علشان تجيب سيا، ولكن لما بتروح عنده بتلاقيه مثبت سيريوس ونازل فيه ضرب مش حله. بتوقفه ريستا وبتقول له انت بتعمل ايه يا عم انت نازل فيه ضرب كده ليه. فبيقول لها سيا ان هو مش بيضربه وانما ده جزء من التدريب. بس نظرات الاستغاثه يا عيني بتاعت سيريوس بتفهمها كل حاجه. بتقول له سيب الراجل في حاله يا عم وخلينا نروح على المدينه، الاعداء مستنينا هناك. فبيقول لها سيا مفيش مشاكل انا دلوقتي مستعد بالكامل لاي حاجه. بعدها بقى بيروح الاثنين على مدينه شيمول، ولكن لما بيوصلوا بيلاقوا سكان المدينه بيمشوا. فبتروح ريستا وبتسالهم عن سبب رحيلهم. فبيقول لها السكان انهم سمعوا ان المدينه هتتضرب قريب وبسبب كده بيجهزوا نفسهم علشان يروحوا على مكان امن قبل ما يجي جيش الزومبي بتاع ملك الشياطين ويخلص عليهم. ريستا لما بتسمع الكلام ده بتتضايق جدا لان وحوش الزومبي مش بتتاثر بهجمات السيف، وعلشان يغلبوهم محتاجين سحر ناري قوي جدا او انهم يستخدموا الميه المقدسه. فبيروحوا الاثنين بقى عند احد التجار علشان يجيبوا الميه دي، وبيرحب بيهم التاجر وبيقول لهم ان هو يديهم الكميه اللي هم عاوزينها علشان يحموا المدينه. فبيقول له سيا في الحاله ديت هات 1000 علبه مشي بيهم حالي. فبيقول له التاجر تمشي بيهم حالك ازاي يا عم، انا ذات نفسي مش معايا الكميه ديت اصلا. سيا ما بيعجبوش الكلام ده، هو بيمسك في الراجل علشان يديله اللي هو عاوزه، بس بتتدخل ريستا في الوقت المناسب وبتاخد 10 عبوات بس. بعدها بيروحوا الكنيسه علشان يقابلوا الحلفاء اللي قالت عليهم اشتار، وهناك بيقابلوا القس بتاع الكنيسه بيشكرهم على نجدتهم ليهم وبيقول لهم انه جاب اقوى 2 موجودين في المدينه علشان يساعدوهم في رحلتهم، واللي بيكونوا الاخوين ماشي ولولو اللي عندهم دماء التنين الاسطوريه. بيتجاهل سيا بقى كلام القس وبيروح حاطط الماء المقدسه على دماغه. الكل طبعا بيكون فاكر سيا بيستهزأ بالراجل ده، وفجاه بيبدا الراجل يتحرق من الماء المقدسه بيقع على الارض. ريستا لما بتشوف المنظر ده بتتفاجئ لان الماء المقدسه مش بتعمل كده غير في الزومبي. طبعا الزومبي بيتعصب وبيقرر ان هو يقتل كل الموجودين علشان يسهل الغزو اللي جاي. بس على مين؟ ده سيا جام التنين بيقطعه حتت وبيخليه مش نافع لاي حاجه. الكل طبعا بيتفاجئ من سرعته المرعبه لان اصلا محدش سمح هجومه. الزومبي بقى بيتعصب من اللي بيحصل له وبيقول له انت فاكر ان الموضوع انتهى؟ انا مجرد جندي واحد قضيت عليا، بكره هيجي جيش كامل من 10000 زومبي هيجي وهيمسح المدينه بالكامل. فبيشكر سيا على المعلومه دي وبيقول له يلا اتكل على الله. ريستا لما بتسمع الكلام بتترعب لانها عارفه اللي هيحصل. بتاخده بقى علشان يلحقوا يهربوا، ولكن انت عارف اللي هيحصل يا صديقي. ايوه سيا ما بيبخلش على الراجل بحاجه، بيفجروا بالكنيسه وكل المكان. الكل طبعا بيقف مصدوم القوه التدميريه المرعبه بتاعته وبيقولوا يعني لو دي قوته وهو بينظف المكان ما بالك يعني هيعمل ايه في الاعداء. ما علينا. المهم بيروح ماشي ولولو عند سيا وبيشكروا على مساعدتهم. فبيطلع سيا الماء المقدسه وبيصبها عليهم علشان يتاكد انهم بشر ولا لا. فبتقول له ريستا ان مفيش داعي للكلام ده، هو خلاص خلص على الوحش. بس سيا بيروح ويصب عليه
عليها هي كمان علشان يتاكد انها مش زومبي. خنزير خنزير مفيش كلام يعني. بعد ما بتطمن سيا ان مفيش زومبي معاه بتبدا ريستا انها تفحص احصائيات الاخوين، بس بتلاقي ان الاحصائيات بتاعتهم ضعيفه جدا، وبتقول لسيا ان احصائياتهم مش احسن حاجه، ولكن لو اتدربوا هيكونوا احسن اكيد. سيا بعدها بيبص لهم بكل قرف كده وبيقول الاتنين دول ما يلزمونيش في حاجه، خليهم يمشوا. ريستا بتقول انهم يملكوا دماء عشيره التنانين واكيد يعني هيكونوا اقوى في المستقبل، فبيقول لها سيا علشان كده انا رافضهم من الاساس، مش عاوز منهم حاجه. بيجي بعدها بقى حراس المدينه علشان يشوفوا سبب الانفجار ده وبيسالوهم عليه، فبتقول لهم الراهبه ان البابا اللي كان في الكنيسه كان زومبي، ولكن بطل الارض قدر ان هو يكتشفه وانقذهم كلهم. فبيحيي القائد سيا بقى وبيشكره على مساعدتهم وبيقول له انهم جم علشان يساعدوه في قتاله مع جيش الزومبي، معاهم 200 مقاتل مستعدين للقتال. فبعدها سيا بيقول له خليهم في المدينه انا هتعامل مع الجيش بنفسي. طبعا الراجل بيتجنن من كلامه وبيقول له انت بطل وكل حاجه، بس ده جيش مكون من 10,000 زومبي، ازاي هتقتلهم لوحدك؟ سيا بيقول له مالكش دعوه، وعلشان كده انا بقول لك خليك مكانك، خد كمان معاك العينين دول خليهم يعملوا حاجه مفيده. فبتقول له ريستا ان مفيش داعي يكلم الناس بالشكل ده، الناس بس عايزه تساعده مش اكتر. سيا بيقول لها انا مش هقبل مساعده اي حد عاوز يموت على الفاضي، انا قادر اتعامل مع كل المشاكل ديت بنفسي. طبعا ريستا بتتاثر من كلامه وبتعرف انه كان بيقول كده علشان خايف عليهم مش اكتر. بعدها بيروحوا الاثنين لمكان جيش الزومبي واللي بيكونوا جايين باعداد كبيره جدا، فبيفهم سيا ان هو مش هيقدر يستخدم الماء المقدسه عليهم كلهم، وبيقرر يستخدم المهاره اللي اتعلمها اثناء التدريب. وفجاه بيستدعي نيزك عملاق وبينزل على الجيش وبيفجره بالكامل. البنت بتكون مصدومه من اللي بيحصل ومش فاهمه هو جاب كل القوه ديت منين. بعدها الاثنين بيرجعوا على المدينه علشان يرتاحوا، وبعد كام يوم بتيجي البنت ديت عند ريستا وبتقول لها ان اخوها اختفى مش عارفه هو راح فين، فبتطمنها ريستا وبتقول لها ان هو اكيد هيكون كويس، فهم دمروا جيش الزومبي ومستحيل يعني ماشي يتعرض لاي اذى. فبتشكرها لولو وبتسالها عن مكان سيا وبتقول لها ان سيا قاعد في الغرفه بتاعته، ولما بيروحوا الاثنين علشان يطمنوا عليه بيلاقوا المكان زي ما انت شايف كده يا صديقي. بتساله ريستا بقى وعمل كده ليه في الاوضه، فبيقول لها ان هو كان بيحاول يصنع سلاح قوي علشان يقدر يستخدمه في المعارك واخيرا قدر يصنعه. بتشوف ريستا بقى السلاح بتاع سيا وبتلاقيه سلاح بلاتيني قوي جدا، بتساله هو ازاي قدر يعمل سلاح زي ده. سيا بيقول لها انه كان محتاج معدن اسطوري علشان يقدر يقوي السلاح بتاعه، وعلشان كده اخد الشعر اللي كان بيقع منها علشان يستخدمه في السلاح. ريستا طبعا بتكون متضايقه جدا، بس هتعمل ايه يا صديقي، ما قدامهاش اي حاجه تعملها. بعد شويه بقى بتيجي صاحبه السكن وبتجيب حاجه لسيا، بتقول لهم ان في حد جاب الهديه دي وطلب انها تروح لسيا مخصوص. بتفتحها ريستا وبتلاقي انها مرايه عاديه، ولكن فجاه بيظهر هيكل عظمي مخيف جدا وبيكون معاه ماش. بيرحب الراجل بيهم وبيعرفهم عن نفسه، بيطلع نداد اسمه كارثه الموتى والمسؤول عن تطوير الوحوش في جيش ملك الشياطين. بيقول لهم انه ما كانش متخيل ان هم يقدروا يدمروا الجيش بتاعه بالسرعه دي، وعلشان كده هو اخد ماش وهيفضل يعذبه لحد لما يموته. بيفضل الشيطان يعذب في ماش والواد صامد رغم المعاناه ومحدش قادر يساعده. سيا بقى لما بيشوف اللي بيحصل بيؤمر ريستا تفتح بوابه مملكه براندي بسرعه. بيقول بعدها الماش انت طلعت شجاع جدا يا ولد، وعلشان كده انا هخليك حامل اغراضي، فاجمد كده بقى وما تموتش دلوقتي. بيرفع سيا سلاحه وبيجهز ضربه قويه جدا علشان يهجم على الوحش. الشيطان بيقول له ده ملوش اي فايده، فانت اصلا مش عارف مكاني ومستحيل الهجمه توصل لي. طبعا الكلام ده بيكون على اي حد ولكن مش على سيا يا صديقي. هوب طخ بيهجم سيا على المرايه وبيقطع ايد جسمه، الكل بيكون مصدوم، هو الهجمه ديت ازاي وصلت ليه؟ ده هم اصلا مش عارفين مكانه. بيسحب سيا ريستا العالم براندي علشان يكسبوا شويه وقت، وهو اصلا عمل كده علشان ينقذوا مشي بسرعه. فبتقول له ريستا ان عندها طريقه علشان يوصلوا على المكان ده. بيروحوا الاثنين عند اشتار علشان يطلبوا مساعدتها، طبعا ما بتاثرش معاهم وبتفتح لهم بوابه على مكان مشي فورا. بدون تفكير بيهجم سيا على الشيطان وبيبعدوا عن ماش، ولكن ما بيتاثرش نهائي. ولما الشيطان بيلاقي ان هو مش هيقدر يغلب سيا بيقرر يستخدم سلاحه السري، وفعلا وحش غريب بيظهر قدام البطل بتاعنا وسيا بيحاول يقطعه بالسيف، ولكن الوحش مش بيتاثر نهائي. والشيطان بيقول له ما تتعبش نفسك، مهما هاجمته مش هتقدر تدمره بالسيف بتاعك. طبعا ريستا بتستغرب وبتروح تفحص قدرات الوحش علشان تفهم ايه اللي بيحصل. بتلاقي ان اغلب احصائيات الوحش ده فوق ال 30,000 ومفيش اي حاجه بتاثر فيه غير سحر الجليد. بعدها بقى الشيطان بيقول لها انتوا مستحيل تقتلوه، فعلشان تقتلوا الوحش بتاعي لازم تهجموا عليه هجمه مباشره وقبل ما يجمع جسمه تجمدوه، وساعتها يعني ممكن يتاثر بالضربات اللي قوتها فوق ال 10,000، بس انتوا ما عندكمش ولا شرط من دول، فالافضل تستسلموا احسن. سيا بقى بيقول له انت فاكر ان البتاع ده يقف قدامي؟ طب شوف انا هعمل ايه. بيتحرك سيا بسرعه البرق وبيهجم على الوحش وبيشوه جسمه. بعدها بايده الثانيه بيستخدم خاتم الجليد وبيجمد جسم الوحش بالكامل. اخيرا بيسحب سيفه بنار الجحيم، بوم بيخلص عليه. بعدها بيرجعوا كلهم على المدينه وبيشكرهم مشي على انقاذهم ليه. بيوعد بعدها سيا ان هو هيساعده علشان يرد له الجميل ده. بيطلب بعدها منهم يروحوا معاه على كهف عشيره التنين الاسطوري واللي بيحتوي على السلاح العظيم، والسلاح ده قادر على قتل سيد الشياطين. بعدها بقى ريستا بتنبسط لانهم هيقدروا يخوضوا مغامره اخيرا، بس سيا بيقول لهم انهم هيرجعوا علشان يتمرنوا ويرفعوا من قوتهم اكتر. وبعدها بيروحوا بقى على مملكه براندي، وهناك بيتفاجئ مشي ولولو من المكان، بيكونوا عاوزين يكتشفوه، بس سيا بيقول لهم انهم لازم يلاقوا حد علشان يدربهم. بيروحوا بقى كلهم علشان يدوروا على سيريوس، ولكنهم بيلاقوا شغال في المطبخ. يا عيني سيا علم عليه على الاخر،
خلاه يسيب كل حاجه علشان ما يقابلوش تاني. سيا بيزعق له وبيقول له سيب العبط اللي انت بتعمله ده علشان نتمرن. سيريوس بيترعب منه كده وبيقول له ان هو مش عاوز يشوف ساحه التدريب تاني. فبتطمنه ريستا بقى وبتقول له ان المره دي هيدرب مشي مش سيا. هو اول لما سيريوس يسمع الكلام ده بينبسط جدا وبيقول اخيرا مش هتدرب من سيا تاني. على طول بيوافق بقى ان هو يدرب ماش. وبعدها ريستا بتاخد لولو عند اسطوره النار علشان تدربها. وبكده الكل لقى حاجه يعملها ما عدا طبعا سيا لانه دلوقتي مش لاقي حد علشان يدربه. فبتيجي اريا بقى عندهم وبتقول لها انها تعرف الشخص المناسب لتدريب سيا. وبيروحوا الثلاثه عند مكان ضلمه جدا. في بنت مخيفه جدا كانت هناك وبتعرفهم اريا على البنت دي. بتكون ديت اسطوره الحرب ادل، تاني اقوى محاربه في المملكه بعد فالكيري واسطوره الدمار. بس سيا بقى بيكون مش مقتنع ان البنت التعبانه ديت قادره على تعليمه اي حاجه وبيكون عاوز يسيبها ويمشي. ولكن ادل بتتحرك بسرعه جدا وبتظهر من وراهم وبتقول له انت قدرت تعرف مكاني بعينيك، باين كده انك عندك المقومات علشان تتعلم خاصيه السيف الابدي بتاعتي. بس الموضوع مش هيكون بالسهوله دي، انت هتقدر تستحملها ولا ايه؟ سيا بيقول لها طالما المهاره قويه فهتعلمها باي شكل. وبعد 3 ايام بقى بتروح لسه تاخد المجموعه علشان يروحوا كهف التنين وياخدوا السلاح الاسطوري. لما بقى بتروح عند ماش بتلاقي ان احصائياته ارتفعت بشكل كبير وحتى قوه التنين بتاعته بدات تظهر. بس مع الاسف الموضوع مش بيكون نفسه مع لولو واحصائياتها مش بتتطور خالص. فبتروح اسطوره النار وتكلم ريستا وبتقول لها انها حاولت تعلمها الاساسيات السحريه بس مع الاسف قدراتها السحريه ضعيفه جدا وباين انها مش هتقدر تتعلم السحر. ما بترضاش ريستا تقول الكلام ده لولو علشان ما تحبطهاش. بعدها بتاخدها وبيروحوا عند سيا. وبعدين الفريق بيوصل على مكان كهف عشيره التنين العظيم. ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا بوابه ضخمه جدا وعلشان تتفتح لازم المختارين هم اللي يفعلوها. بينبسط ماشي ولولو بقى علشان هيقدروا يساعدوا سيا. بس سيا اصلا بيكون كسر البوابه باستخدام المهاره الجديده بتاعته. امال احنا لسه هنستنى ولا ايه؟ بيدخلوا كلهم جوه بس مش بيلاقوا اي حاجه. هو موضوع السلاح الاسطوري ده طلع كذب ولا ايه؟ فجاه بيتكلم صوت معاهم بيقول لهم انهم لو عايزين السلاح ده لازم يدخلوا البوابه. بيدخلوا البوابه وهناك بيلاقوا نفسهم وسط عشيره التنانين، مكان فخم جدا وتحسه طالع من القصص الخياليه. بس احنا ملناش دعوه بالكلام ده، احنا عاوزين السلاح يا صديقي. بيروحوا بقى كلهم عند زعيمه التنانين ليفاي علشان يقابلوها. ولما بيوصلوا هناك بتشكرهم على محاربتهم الكوارث اللي كانت بتظهر في السطح وعلشان كده هي هتحاول تساعدهم قدر الامكان. بتنادي بقى على مشي وبتعمل عليه تعويذه سحريه وبتظهر قوه التنين بتاعته. احصائياته كلها بتزيد 10 اضعاف ولولو بتنبسط لما بتشوفه. بتطلب من ليفاي انها تديلها قوه هي كمان. فبتقول لها ليفاي انها مش محتاجه القوه دي لانها قريب هتكون اقوى سيف في العالم، سيف ذابح الشياطين. استنى هو مين اللي هيكون سلاحي يا حاجه انت؟ ماشي طبعا بيسالها عن معنى الكلام ده. ليفاي بتقول له انهم هيضحوا بحياتها علشان يحصلوا على السلاح الاسطوري الموجود في العشيره ويقتلوا بيه سيد الشياطين. ماشي بيتصدم لما بيسمع الكلام وبيقول لها احنا مش علشان نقتل سيد الشياطين نقتل لولو، انا مش عاوز كده. فبتقول له ليفاي مفيش خيار تاني، اغلب بقاع الارض بقت على حافه الدمار بسبب قوات الشياطين اللي بتنتشر في كل حته بتقتل اي حد يقف في طريقها واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه. والمدن الصغيره الامنه اللي انتم شفتوها دي هي امنه بس لان سيد الشياطين كان مستني البطل يظهر فيها، وبما انه ظهر فالموضوع مساله وقت قبل ما كل المدن دي تتدمر. بمعنى الكلام احنا هناخد حياه لولو بس مقابل انقاذ حيوات العالم دي كلها، ودي الطريقه الوحيده لقتل سيد الشياطين. طبعا الكل بيخرج من عند ليفاي وبيكونوا محبطين جدا، فعلشان ينقذوا العالم لازم يضحوا بلولو. بتحاول لسه بقى انها تهدي لولو بس سيا بيقول لها ان طالما ده الوضع فما فيش حاجه يقدروا يعملوها. وبسبب كلامه البنت بتزعل جدا وبتمشي. بالليل بقى بيجي ميعاد الحفله الخاصه بمراسم السيف، وعلشان المراسم دي تكمل لازم لولو تنزل في حفره السيف وساعتها يحصلوا على سيف قاتل الشياطين. فبتيجي لولو عند مكان المراسم وبتكون حزينه جدا ومكسوره. فمع الاسف دي هتكون النهايه. بتودعهم البنت وبتتمنى انها تكون مفيده وتقدر تساعد سيا على انقاذ العالم. بتقرب من الحفله اكتر وخلاص على وشك انها تقع بس ماشي بيوقفهم بيقول لهم مش هسيبكم تضحوا بحياه لولو بالشكل ده. بس الحراس بيمنعوه بيخلوا البنت تكمل المراسم بالغصب. تفتكر بقى ان دي النهايه خلاص، لا والله. فجاه بيظهر سيا من ورا الحراس وبيكسر عظمهم. بتستغرب لولو من اللي بيحصل وبتقول له انت عملت كده ليه؟ كده مش هتاخد السيف. فبيقول لها سيا سيف ايه وبتاع ايه؟ انت اللي بتشيلي لي الشنط بتاعتي، لو اتحولت لسيف هتشيلي الشنط ازاي؟ ليفاي لما بتشوفه بتزعق له بتقول له بالطريقه ديت مش هنقدر ناخد السلاح اللي هيخلص على ملك الشياطين. فسيا بيقول لها انه مش واثق من وجود السلاح ده وقدرته على هزيمه سيد الشياطين، وحتى لو كان ده هو السبيل الوحيد علشان يقتله فهو مش عايزها. انا هدور على طريقه تانية واهزم الشياطين بيها. ليفاي بقى لما بتسمع الكلام ده بتتعصب جامد وبتقرر انها تتدخل في الموقف. ماشي بيحاول يمنعها ولكنه بيقع على الارض هو وكل اللي معاه. ريستا والباقيه مش بيكونوا عارفين يحركوا جسمهم خالص وشكلهم كده متخدرين يا صديقي. فعلا ليفاي بتقول لهم انها حطت مخدر في الاكل بتاعها ودلوقتي محدش فيهم هيقدر يتحرك. بتؤمر الجنود انهم يكملوا المراسم علشان ياخدوا السلاح وبتفكر يعني انها كده محدش زيها، ولكن تفتكر ان سيا يسكت على الكلام ده يا صديقي. لا والله الواد بيهجم عليهم وبيرميهم من هناك. ليفاي بتستغرب جدا من اللي بيحصل. انت ازاي ما تاثرتش من جرعه الشلل دي؟ سيا بيقول لها انه كان عارف انهم هيعملوا كده فمثل ان هو بياكل علشان يخدعهم. وديك اهوت وقعتي في الفخ يا ستي. بعدها ليفاي بتتعصب منه جدا وبتتحول لتنين عملاق علشان توقف سيا
وتقتل لولو باسرع طريقه. ريستا بقى لما بتبص على احصائياتها بتلاقيها مرعبه جدا وحرفيا اقوى من اي حاجه قبلوها. ليفاي بقى هي كمان بتقول له استسلم احسن لك، انت مش هتعرف تغلبني بسيفك العادي ده، انت كده كده هتموت. سيا بيقول لها وانت مين قال لك اني هحاربك بالسيف ده اصلا؟ بيطلع سيا سيف قاتل التنانين من الشنطه بتاعته، وطبعا يعني الراجل رايح عشيره التنانين فلازم يعني يعمل حسابه. ليفاي بقى بتروح على طول علشان تهجم على لولو بس سيا بينقذها. ليفاي بتتعصب منه اكتر وبتقول له انت فاكر انك هتعرف تحمي البنت ديت مني؟ انا مجهزه لكل حاجه كويس. فجاه لولو بتقع على الارض من كتر الالم بسبب القلاده اللي في رقبتها. بيطلع بقى ان ليفاي حطت لعنه على القلاده دي هتقتل لولو في 3 دقايق، والطريقه الوحيده لانقاذها انهم يخلصوا على ليفاي. بدون تفكير سيا بيهجم عليها وبضربه واحده بيقدر يشيل نص نقاط حياتها. بتنبسط ريستا جدا وبتقول لو سيا فضل يقتلها كده كده نعرف نكسبها ونخرج من هنا. ليفاي هي كمان بتقول له انت طلعت قوي جدا بس مع الاسف كل ده مش كافي لهزيمتي. فجاه ليفاي بتتحول لشكل التنين الذهبي الكامل وبتقول له انها دلوقتي بقت منيعه ومفيش ولا هجمه تقدر تخربشها حتى. سيا بيقول لها منيعه على نفسك مش عليا. بيطلع سيا كيس كده وبياكل كل اللي فيه وبيكون ده كيس حبوب السرعه علشان يعرف يهجم اسرع. ما بيسكتش على كده وبس وبيطلع سيف قاتل تنانين تاني وبينزل ضرب في ليفاي بكل ما عنده من قوه. ولكن حتى مع كل ده لسه سيا مش قادر ان هو يخربشها حتى بسبب الجسد الذهبي. بيتفضل دقيقه واحده والقلاده هتخلص على لولو والبنت بتقول له خلاص يا سيا ما تتعبش نفسك اكتر من كده، انا خلاص اتقبلت نهايتي. سيا ما بيسمعش كلامها وبيكمل قتال والكل بيكون فاكر ان سيا بيقاتل على الفاضي لحد لما ليفاي بتاخد بالها. ايوه بيطلع ان سيا كان بيضربها علشان يزقها ويوقعها من على الجرف. فبتستغرب ليفاي من اللي بيعمله سيا وبتقول له انها كانت بتساعد لولو علشان تكون مفيده ليه هو بيحاول ينقذها رغم انها ملهاش لازمه. بيقول لها سيا ما تغلطيش في حمايه الحقائب بتاعتي، طالما انا موجود مش هسمح لحد ان هو يقرب منها. ليفاي بقى لما بتلاقي نفسها خلاص قربت تقع بتحاول انها تهجم على سيا وتقتله بس الواد بيهجم عليها بهجمه قويه جدا وبيطيرها من على الجرف بيوقعها. بتقول له انت فاكر انك هتعرف توقعني؟ ده انا بقدر اطير يالا بالاجنحه بتاعتي. ولكن لما بتحاول تطير بتلاقي انه متقطع يا صديقي وعلى طول بقى بتقع في الحفره وبعدها بيخرج سيف قوي جدا من حافه. كل اللي في القريه بيكون مظلوم جدا لان السيف الوحيد اللي ممكن يطلع من هنا هو سيف قاتل الشياطين. بس ازاي؟ مش المفروض ان السيف ده يطلع لما يرموا المختاره؟ بيقول لهم سيا ان السيف ده محتاج حاجه واحده، تضحيه احد سكان عشيره التنانين، وبما ان ليفاي ضحت بحياتها واخدنا السيف فما حدش محتاج حاجه تاني. بيخرجوا كلهم من هناك وبتكون البنت مبسوطه على الاخر لانها مش هتتحول لسيف وهتفضل مع مشي صاحبها. ريستا بقى بتقول لها تاخد مشي وخروجوا علشان هتكلم سيا في حاجه والدنيا بقت رايقه. بتقول له بعدها انا عارفه ان السيف اللي معاك ده مش سيف قاتل الشياطين، فالسيف الاصلي عنده طاقه اسطوريه كبيره عكس السيف ده. بيقول لها ان كلامها صحيح بس هو عمل كده علشان يضمن ان محدش هيقرب من لولو بعد كده. ريستا طبعا بتتاثر من كلامه وبتعرف هو قد ايه طيب. بعد ما بيخرجوا من جوه الكهف بقى بيلاقوا مجموعه من المحاربين في انتظارهم وبيقول لهم القائد انهم من قلعه أولغا جايين علشان يطلبوا مساعده سيا في هزيمه بوب. فبتساله ريستا عن بوب ده فبيقول لها ان هو احد لوردات سيد الشياطين، هو نص شيطان ونص دبانه زي ما سمعت كده يا صديقي. الدبانه اللي بتعرفك وانت قاعد في البيت ديت هو نصها التاني. المهم ان بوب ده عمال يقتل الناس اللي في قلعه أولغا ومحتاجين مساعدته يعني علشان يخلصوا عليه. بيطير بعدها سيا وريستا وبيروحوا على مكان الوحش علشان يراقبوا تحركاته وبيلاقوا ان في عش دبان ضخم جدا قدامهم مليان بالوحوش الطائره، اقل واحد فيهم من المستوى 30 وفي منهم على الاقل 400. فبيراقب سيا الوضع علشان يعرف ازاي هيتعامل معاهم لحد لما بيجي الشيطان بوب واللي على الرغم ان احصائياته مش قويه لكن سرعته عاليه جدا يا صديقي والتعامل معاه هيكون صعب. في الوقت ده بقى بيكون في مجموعه من الفرسان مستخبيين في الغابه علشان يحاولوا يلاقوا فرصه للهجوم على الشيطان ده، ولكن السهام بتاعتهم مش بتصيب جيش الدبان بسبب سرعتهم الكبيره. بوب بقى بيقول لهم حلوه قوي اللعبه دي، انا كمان عاوز العب معاكم. بيخلي اتباعه ياخدوا مجموعه من الفرسان ويطيروهم بعيد وبعدها بيرموهم من فوق وللاسف بيموتوا. بوب بيقول لهم ان هو هيفضل يقتل في البشر العاديين لحد لما يظهر البطل وبعدها بيمشي. بيفهم بقى سيا ان ملك الشياطين بيحاول يستدرجه علشان يخلص عليه وعلشان كده لازم يتعامل مع الوضع بحذر اكتر. فبيروحوا عند اللي فاضل من مجموعه الفرسان علشان يقابلوا القائد بتاعهم واللي بتطلع بنت كده اسمها روزلي. بتشكرهم روزلي على وصولهم وبتأمر الجنود انهم يجهزوا نفسهم علشان يقاتلوا مع سيا. فبيجي المساعد بتاعها وبيقول لها انهم ما يقدروش يعملوا كده بسبب الاضرار يعني، وبينصحها انهم يرجعوا للقلعه علشان يجهزوا الصفوف بتاعتهم ويفهموا الوضع للبطل. بتقتنع روزلي بكلامه وبيروحوا كلهم على قلعه أولغا المحصنه. بيقول لهم المساعد انهم مش هيتعرضوا لاي هجوم طالما هم في القلعه دي، فالقلعه مجهزه بكل انواع الدفاعات اللي ممكن تحميهم من الهجوم لحد لما يجهزوا سيا للقتال. فبيقول له سيا ان الدفاعات ديت مش هتعمل حاجه قدام جيش بوب بالذات يعني ان هو بيتفادى الهجمات بتاعه الرماه. فبيقول له المساعد انهم ما يقدروش يهجموا على القلعه علشان لسه ما يعرفوش مكان البطل، بالاضافه يعني ان سيد الحرب الاسطوري اقوى محارب في العالم موجود في القلعه ومش هيعرفوا يقفوا في طريقه. فبيسالوا سيا طالما سيد الحرب قوي كده فليه يعني ما انقذش العالم بنفسه؟ بيقول له المساعد ان في سبب بيمنع سيد الحرب ان هو يخرج من القلعه دي وعلشان كده انا واخدك عليها. بعدها بقى بيوصل سيا والباقيين لغرفه الاجتماعات وبيتجمعوا مع باقي المحاربين. روزلي بتقول لهم انهم هيجمعوا كل القوات اللي معاهم وهيهجموا مع سيا ويخلصوا على بوب كارثه السماء، بس سيا بيقول لها
ان هو مش هيقتل حد وانما هو هيمشي اصلا. البنت بتصدم كده وبتقول له انت هتسيبنا في نص المعركه ولا ايه؟ ده احنا ما صدقنا لقيناك يا عم. سيا بيقول لها ان هو مش مستعد للتعامل مع الوحوش اللي بتطير بالسرعه دي، وعلشان كده هو حابب يتمرن لحد لما يقدر يقتلهم. بتقول له روزلي انهم لازم يروحوا يقتلوا جيش كارثه السماء علشان ينتقموا من الجنود اللي ماتوا. فبيقول لها سيا ان هي السبب في موتهم، فلو ما كانتش هجمت على جيش بوب بتهور ما كانش زمان في حد فيهم مات. بتعصب روزلي من كلامه وبتروح تضربه، ولكن سيا بيصد ضربتها وبيديها كشاف بيبوظ وشها على الاخر يا صديقي. البنت بتتجنن وبترفع سلاحها عليه وبتقول له احنا مش محتاجين لبطل جبان زيك، انا هروح واخلص على بوب لوحدي. فبيقول لها سيا انت احصائياتك قويه ايوه، بس مش كفايه علشان تقدري تتغلبي عليه. لو رحتي لوحدك هناك فانت هتموتي على الفاضي، فخليكي هنا يا شاطره احسن لك. بتهديهم ريستا بقى وبتقول لهم انهم هيغيبوا لساعه واحده بس وهيرجعوا على طول. بيوصلوا بقى لمملكه غراندي، وريستا بتقول لسيا ان هو ما كانش ينفع يتكلم مع روزلي بالطريقه دي. فسيا بيقول لها ان بسبب افعالها مات ناس كتيره بدون داعي، علشان كده هو لازم يرفع من قوته علشان يوقف المهزله اللي بتحصل دي. بتفهم ريستا بقى ان رغم تصرفات سيا البارده لكنه بيحاول يحافظ على حياتهم. بيقول لها سيا ان هو لازم يتدرب عند حد بيملك القدره على الهجوم من مسافه بعيده، وريستا لحسن حظها بتكون عارفه الشخص المناسب. بيروحوا كلهم بقى عند الغابات العميقه وبيقابلوا هناك ماتياس اسطوره الرمايه. بتقول لها ريستا انها محتاجه مساعدتها علشان تدرب سيا علشان يتغلبوا على كارثه السماء. فماتياس بتقول لها انها تقدر تعلم سيا المهاره الخاصه بتاعتها، اسهم الضوء يعني، واللي بتقدر تصيب الهدف مهما حاول ان هو يتفادى الهجوم. طبعا الواد بيوافق، وبعدها ريستا بتاخد مشي ولولو علشان تشوف حد يدربهم. بيجي بقى سيريوس واللي لما بيشوفها بيخاف لا يكون سيا معاهم، بس بتطمنه ريستا وبتقول ان هو مش هنا واللي هتدربه يعني ماتياس اسطوره الرمايه. فبيقول لها سيريوس انها لازم تاخد سيا ويهربوا لان من بعد ما مشي اخر مره ادل بتدور عليه علشان تقتله. فبتخاف ريستا كده من كلامه وبتروح عند اريا علشان تساعدها. فبتطمنها اريا وبتقول لها ان مستحيل ادل تعمل حاجه لسيا، وبتقترح يعني انها تدرب مشي ولولو لحد لما يخلص تدريب سيا. فبتشكرها ريستا وبتروح عند غرفه ادل علشان تكلمها، ولكن لما بتوصل هناك بتلاقي ادل قدامها بشكل مرعب. بتسالها ادل عن سبب وجودها، فبتقول لها ريستا انها جت علشان تطمن عليها بس. ادل بقى ما بتديش كلامها اهميه وبتسالها اذا كان سيا جه معاها ولا لا لانها عاوزه تكلمه في حاجه مهمه. ريستا بقى بتقول لها انها جت لوحدها وسيا ما جاش معاها، وهي جايه اصلا علشان تشكرها على مساعدتها ليهم. بعدها بتروح ريستا بقى عند سيا في الغابه وبتقول له ما يخرجش من هنا علشان ادل ما تشوفوش. بيقول لها انت عبيطه يا بنتي، ما هي واقفه وراك اصلا. بتخرج ادل سيفها بقى وبتستعد للقتال وبتقول له انت فاكر اني هسيبك تعيش بعد ما سبتني ومشيت؟ انا هقطعك دلوقتي. بتترعب ريستا وبتقول لسيا يهرب، بس سيا بيتجاهلها وبيروح علشان يواجه ادل. بيقول لها بطلي العبط ده وروحي تهدي علشان انا بتدرب دلوقتي. البنت ريستا بقى بتقول له انت بتعمل ايه يا عم؟ دي عاوزه تموتك. بس المفاجاه ادل بتهدى بعد كلام سيا وبتسيبه وبتمشي. هي الصناره غمزت ولا ايه؟ بعد كام يوم بقى بتروح ريستا علشان تشوف تقدم ماشي ولولو، وبتلاقي ان ماشي قدر ان هو يحصل على مهاره التنين الكامله، ولولو بقت قادره على تسريع وتبطيء اي حاجه تلمسها. فبتنبسط ريستا منهم جدا لانهم كده هيكونوا قادرين على مساعده سيا في القتال. بعدها بيرجعوا كلهم على القلعه بعد ما بقوا مستعدين للمعركه، ولكن لما بيوصلوا هناك بيلاقوا مساعد روزلي بيقول لهم ان هي راحت عند كارثه السماء علشان تواجهه. فبيطمنوا سيا وبيقولوا ان هو يتعامل مع الوضع، وبياخد ريستا والبقيه وبيروحوا على مكان القتال. بيلاقوا بقى في الوقت ده روزلي بتحاول تدخل العرين الخاص بالدبان علشان تقدر تواجه بوب. بيستغل بقى سيا الموقف وبيجهز سهم الضوء علشان يقدر يقتل بوب بضربه واحده، بس روزلي ما بتاخدش في ايد بوب ثواني وبيقدر يقبض عليها. كده حياتها في خطر وفرصه ان سيا يقتل بوب بقت معدومه. فبيقول سيا ريستا انها تروح تنقذ روزلي وتشتت بوب قدر المستطاع عقبال يعني ما يجهز هجمه كافيه لقتل بوب بالكامل. فعلا البنت بتروح وبتحاول انها تشتته علشان ما يقتلش روزلي، ولكن بوب بيكون حاسس ان في حاجه غلط. فبيبدا يطير بروزلي لمكان عالي جدا علشان ما حدش يعرف يصيبه. بيفضل يطير في الجو لحد لما بيوصل لفوق، وبكده مفيش اي حاجه هتوصل لهنا، حتى الاسهم السحريه ما تقدرش تصيبه من الارتفاع ده. بس ريستا بقى مش بتفقد الامل في خطه سيا وبتحاول تشتت فيه برضه. وفعلا سيا خلص الخطه بتاعته. بيظهر بعدها سهم الضوء ولكن بوب بيقدر ان هو يتفادى الهجوم، وبعدها ريستا بتقدر انها تمسك روزلي. بس دلوقتي بوب بقى عارف ان سيا بيحاول يصطاده. بيقول له بعدها انا اسرع شخص في السماء، مستحيل حد يقدر يتغلب على سرعتي. بيهجم على سيا بوابل من السهام ولكن بوب بيقدر يتفاداهم بكل سهوله، وبسبب الهجوم بيعرف مكان سيا فبيهجم عليه بكل سرعته. ولكن فجاه بيلاقي جسمه اتخرم. ايوه سيا قدر ان هو يصيبه بالمهاره الجديده بتاعته، بيخلص عليه. ريستا وروزلي لما بيشوفوا الموقف ده ما بيكونوش مصدقين هو ازاي اصلا قدر يفوز في المعركه الصعبه دي. بعد بقى ما بتخلص المعركه بتروح روزلي وبتعتذر لسيا على الضرر اللي اتسببت بيه في المعركه، وبتقول له انها تديله حاجه علشان تساعدهم. بتعرفه ان في درع اسطوري في اخر الغابه قادر على تحمل القوى الخاصه بملك الشياطين، لو حصلوا عليه هيساعدهم في المعركه وهيخليك جامد جدا. طبعا سيا بيشكرها على المعلومه دي وبياخد ريستا والباقيين علشان ياخدوا الدرع بسرعه، ولكن لما بيوصلوا هناك بيلاقوا المكان مدمر بالكامل. بيروحوا علشان يدوروا على ناجين يقدروا يساعدوهم، ولكن بيكون الدمار خلص على كل الموجودين. وفجاه بقى بيظهر قزم عجوز في المكان وبيقول لهم اتمنى يكون حفل الاستقبال عجبكم.
عليكم، انا اسف نستعرف بنفسي، انا هو بال كارثة النهاية، وبما اني ظهرت ليكم فكده انتم هتموتوا على ايدي. بيستدعي بال احد الوحوش وبيخرج منه الدرع الاسطوري، وحرفيا الدرع بيكون اتدمر ما بقاش نافع خالص. بعدها بال بيقول ان هو دلوقتي خسر الدرع والسيف ومفيش اي سلاح تاني هيقدر يهزم ملك الشياطين، مهمته خلاص بقت مستحيلة، لازم يموت دلوقتي احسن له. بيرسم بال بقى دايرة سحرية وبعدها بيطعن نفسه، وفجأة بيظهر شبح مرعب جدا قدام سيا. الشبح ده اسمه كارثة النهاية، ولما بيحاولوا يشوفوا احصائياته بيلاقوا ان احصائياته اعلى حتى من انها تتقاس بالارقام. سيا بيهجم على الوحش باقوى سحر عنده، ولكن مفيش حاجة بتأثر فيه، ده شكله خصم مش هيقدر يتغلب عليه. الواد على طول بيخلي ريستا تفتح البوابة وتنقله من هنا، وفعلا ريستا بتفتح البوابة وبيقدروا يهربوا بكل صعوبة. فبتسأله بعدها ريستا وبتقول له هنعمل ايه؟ قدرات الوحش ده مرعبة جدا، شكله اقوى من اي حاجة واجهناها قبل كده. فبيقول لها سيا ان هو هيحتاج يتدرب اكتر علشان يقدر يتعامل مع الوحش ده، ولكن فجأة بتتفتح بوابة قدامه وبيظهر منها الوحش تاني. بتتصدم ريستا ان هو قدر يوصل هنا رغم حاجز الابعاد اللي بيحمي المملكة، وبتسأل سيا هيعملوا ايه دلوقتي، بس الواد ما بيكونش عارف يتعامل مع الوحش ده ازاي ومش فاهم ايه التصرف اللي المفروض يعمله. ريستا بقى بتترعب جدا وبتقول له سيا مش عارف امال مين اللي هيعرف يغلبه، احنا خلاص ما عادش لينا امل. ولكن فجأة بقى بيظهر الاساطير اللي في المملكة وبيحاولوا انهم يوقفوا الوحش ده، بيهجموا على الشبح بكل قوتهم، ولكن كل ده مش بيأثر فيه. لسه بقى ريستا كانت هتكلم سيا بتلاقي جرى وساب المكان كله. ايوه الجري خلاص ما عادش نص الجدعنه، بقى الجدعنه كلها صديقي. بتهرب ريستا والبقيه مع سيا، والوحش بيجري وراهم ومش راضي يسيبهم في حالهم، بيجوا الصوره ورا التانيه علشان يوقفوه، ولكن مفيش حد قادر يتعامل معاه. بيوصل سيا بقى لحد اديل وبيقول لها وقفي الوحش ده واعمل لك اللي انت عاوزاه. البنت بتفرح جدا وبتروح علشان تواجه الوحش بالسيف الابدي بتاعها، بس حتى تاني اقوى مقاتله في المملكه ما قدرتش تقف قدام كارثه النهايه. في الحاله ديت هنعمل ايه؟ بيقول لها سيا في الحاله دي لازم نروح عند الاقوى في المملكه. بيجروا كلهم لحد لما بيوصلوا عندها، ايوه فالكيري اسطوره الدمار. اول لما الوحش بيقرب من سيا الواد بيستناه لحد لما يهجم عليه، بعدها بيتفادى الهجوم وبيخليه يخبط في اللوحه بتاعت فالكيري، واول لما اللوحه بتاعتها بتتدمر البنت بتتعصب جامد، بتهجم عليه بكل قوتها، ولكن كل هجماتها ما كانتش قادره عليه. بس لما فالكيري بتلاقي ان المهارات العاديه مش جايبه معاه نتيجه بتقرر تستخدم اقوى مهاره عندها، وفجاه بتستدعي فالكيري قفص حديدي وبتحبس الوحش فيه. بعدها بقى بتدمره بالكامل، وعلى الرغم من ان المهاره ديت قدرت تتغلب على الوحش ولكنها تسببت في اصابات خطيره جدا ليها. سيا بقى بتعجبه المهاره ديت جدا وبيطلب منها انها تعلمه، فالبنت بتقول له ان المهاره ديت مش مهاره عاديه، وعلشان تنفذها لازم تقيد حياه المستخدم مقابل حياه العدو. فحتى هي مع كل المهارات بتاعتها ما قدرتش تتحمل رد الفعل الخاصه بالمهاره دي، فلو هو حاول يستخدمها اكيد هيموت لا محاله. سيا بقى بيقول لها ان هو جاي علشان ينقذ العالم وهيستخدم اي وسيله علشان يقدر يحقق هدفه. بتعجب فالكيري بعزيمه سيا وبتقرر انها تدربه. بعدها بقى بتروح ريستا علشان تستريح من اللي حصل النهارده، وبتلاقي سيريوس بيقول لها ان اشتار عاوزه تقابلها. بتروح عندها فعلا وبتقول لها اشتار ان جيش سيد الشياطين اتجمع على حدود قلعه اولغا، هيعملوا هجوم شامل قريب ولازم يستعدوا علشان يتصدوا للهجوم، لان بعد الهجوم ده هيواجهوا سيد الشياطين. فبتشكرها ريستا على المعلومات دي وبعدها بتجهز نفسها. بالفعل بعد يومين البنت بتروح علشان تشوف ماشي ولولو عملوا ايه، وبتلاقي ان مهاراتهم ارتفعت بشكل كبير، وبالمستوى اللي هم وصلوا له ده اكيد هيكونوا قادرين على قتال جيش ملك الشياطين. بعد ما بيخلصوا بقى بيروحوا عند سيا علشان يرجعوا لقلعه اولغا، ولكن ريستا بتكون قلقانه جدا لان سيا ما قالش انه مستعد بالكامل زي ما كان كل مره بيقول. لما بيوصلوا بقى بيلاقوا جيش ملك الشياطين موجود على حدود القلعه، وكل الجنود من كلا الطرفين على اهبه الاستعداد والوضع في قمه التوتر. بعدها بيظهر قائد جيش الشياطين وبيستعد لبدء المعركه. بتفحص ريستا احصائياته وبتلاقي ان هو قوي جدا، فبتقول لسيا يروح علشان يساعد جيش القلعه على هزيمه الشياطين. فبيقول لها سيا هم مش محتاجين مساعده مني طالما هو موجود. ريستا بتستغرب كده وبتقول له انت تقصد مين بكلامك؟ وهنا بيظهر محارب كبير في السن ولكن بيكون باين عليه الهيبه، بيتقدم كده لطليعه الجيش بكل شجاعه علشان يواجه قائد الجيش. بمجرد بقى ما بيرفع السيف بتاعه بيفتت قائد الجيش في ثواني. كل الشياطين لما بتشوف قوته بيهربوا على طول، ولكن على مين يا حبيبي؟ المحارب ده بيستخدم سيف الضوء العظيم وبضربه واحده بيمحيهم من الوجود، وبعدها بيعلن النصر لجيش البشر. بس مين المحارب صاحب القوه المرعبه دي؟ ايوه مفيش غير محارب واحد بس بالقوه دي، سيد الحرب الاسطوري، اقوى شخص في العالم. ريستا بقى بتشوف احصائياته وبتلاقي ان هو خارق للطبيعه وتقريبا كده مساوي لقوه سيا. بيروح سيد الحرب بقى وبيشكر ريستا واللي معاها على حمايتهم للمدينه، وبسبب قوته بقى بتطلب ريستا ان هو ينضم معاها في معركه سيد الشياطين. بس فجاه سيد الحرب بيتعب وبيقع على الارض، وريستا بتروح علشان تشوف ماله، ولكنها بتلاقي ان هو اتحول لطفل صغير. وبتيجي روزلي وبتاخد سيد الحرب اللي بيطلع ان هو ابوها. بتقول لها ريستا ان هو بعد ما قتل جيش الشياطين لقوه بالشكل ده، فبتقول لها روزلي ان ده اللي بيحصل لما سيد الحرب يستخدم قوته مره واحده. بتستغرب ريستا وبتطلب منها تفهمها اكتر، فبتقول لها روزلي انها لو عاوزه تعرف الحقيقه لازم تقابلها في القلعه علشان تفهمها كل حاجه. لما بيروحوا بقى القلعه بتسالهم روزلي عن مكان الدرع الاسطوري اللي قالت ليهم عليه، فبيقول لها سيا ان كارثه النهايه دمره. البنت بقى بتتضايق جدا
لان ده كان الامل الوحيد في انقاذ ابوها. فخلال السنين اللي فاتت كان سيد الحرب بيحارب جيش الشياطين لحد لما قدر ان هو يوصل للقلعه بتاعته علشان يخلص عليه. ولكن لما راحوا علشان يساعدوه اتفاجئوا ان هو اتحول لطفل قبل ما يوصل حتى لبوابات القلعه. حاولت روزلي وكل السحرة انهم يعالجوه ولكن من غير اي فايده. كان في لعنه خطيره جدا في روحه وهي اللي بتحوله للشكل ده بمجرد ما بيستخدم كل قوته. وعلشان كده كانوا عاوزين الدرع الاسطوري علشان يستخدموه في ازاله اللعنه دي. فسيا بيقول لها ان هو مش محتاج مساعده اي حد في مقاتله سيد الشياطين ولازم يركزوا اكتر على حمايه سكان القلعه. بعدها بقى بيروح سيا واللي معاه علشان يقابلوا سيد الحرب. وده طبعا بعد ما رجع كبر تاني. الراجل بيقول لهم ان هو مش فاكر حاجه من بعد ما غلب جيش الشياطين ولكنه لسه ناوي يقاتل سيد الشياطين مع سيا. فبيقول له سيا ان هو مش عاوزه لانه هيعطله في القتال مش اكتر. بيتضايق بقى سيد الحرب من كلامه ولكن هو مدرك ان كلام سيا حقيقي. فبيقرر ان هو يكتفي بحمايه القلعه وخلاص ويسيب كل حاجه على سيا. فجاه بقى بيجي احد الحراس وبينادي وبيقول ان جيش سيد الشياطين رجع تاني معاهم جيش اكبر المره دي وشكلهم على وشك الهجوم على القلعه. بيكون بقى سيد الحرب هيخرج علشان يواجههم ولكن سيا بيقول له ان هو هيهتم بالموضوع ده بنفسه. بياخد مشي بقى ولولو معاه وبعدها بيمشي من المكان. بتروح بعدها ريستا تتمشى مع سيد الحرب كده وبيقول لها انها شخصيه مميزه جدا. فعلى عكس البشر العاديين الاساطير والابطال لو حصل لهم حاجه في العالم ده مش هيموتوا لان ارواحهم الاصليه موجوده في مكان سري بيحميها من الفناء لحد يعني لما تخلص مهمتها. وخلال المعركه الاخيره ما بينه وما بين سيد الشياطين الشيطان عرفه ان هو جاهز سلاح خاص قادر على تدمير الروح الاصليه الخاصه بالاساطير علشان يضمن يعني ان هو يسيطر على العالم ده. بتتفاجئ ريستا كده من كلامه وبتساله ازاي عرف المعلومات ديت كلها. فبيقول لها سيد الحرب لان الشيطان هو اللي قال لي المعلومات ديت بنفسه. وفجاه بيخرج سلاح بتخرج منه هاله شيطانيه مرعبه وبيكون ده هو السلاح اللي بيدمر الروح الاصليه. ريستا بتتفاجئ جدا وبتساله عن سبب وجود السلاح ده معاه. فبيقول لها ان هو خده من سيد الشياطين علشان يخلص عليهم دلوقتي. بيهجم بقى سيد الحرب على ريستا بالسلاح وبيقدر ان هو يثبتها. البنت بتترعب جدا وبتساله هو ليه عاوز يقتلها. فبيقول لها علشان اثبت ولاء الملك الشياطين. فبعد ما شفت قوته الكامله في المعركه الاخيره بتاعته ادركت انهم مستحيل يقدروا يتخلصوا منه وعلشان كده انا بساعده علشان يحافظ على المملكه بتاعتي من الدمار. بيجهز بعدها بقى الهجوم بتاعه وبيكون خلاص هيقتل ريستا ولكن انت متخيل انها تموت وسيا موجود في المنطقه صديقي. لا والله بوم البطل بيوصل في الوقت المناسب وبينقذ ريستا. بيستغرب سيد الحرب كده وبيساله ازاي عرف ان هو يغدر بيهم. فبيقول له سيا علشان قصتك ما كانتش مقنعه. فازاي يعني سيد الشياطين هيسيب شخص بقوتك لسه عايش؟ مفيش بقى غير حل واحد بس انه سابك علشان قرر يستخدمك لقتلي. فبيضحك سيد الحرب كده وبيقول لسيا بما انك عرفت كل حاجه فمفيش داعي علشان نستنى اكتر من كده. بيطلع سيد الحرب حبه بقى وبياكلها وفجاه بتخرج منه طاقه جنونيه جدا بترفع من قوته وبيهجم على سيا بكل غباء. بيقدر ان هو يصيبه اصابات خطيره. فبيفهم سيا ان المره دي لازم يتعامل مع الوضع بشكل جد اكتر وبيطلع اثقال من دراعه وبيفضل يرميها علشان يخفف وزنه ويقدر يقاتل سيد الحرب بكل قوته. بيطلع اقوى اسلحته وبيعززها بالكامل وبيهجم عليه بكل غباء. سيد الحرب بيهجم عليه كمان بكل شراسه ومحدش مدي فرصه للتاني علشان يريح. ريستا بقى بتكون مش قادره حتى تشوف الهجمات من سرعتها المرعبه. وسيد الحرب كان عمال يمدح سيا بيقول له انت طلعت افضل ما انا متوقع بس دلوقتي جه الوقت علشان اخلص عليك. وفجاه سيد الحرب بيهجم على سيا وبيقطع دراعه. سيا بيقع على الارض من كتر النزيف ما بيقدرش يتحرك. سيد الحرب بيستغل الفرصه ديت وبيهجم عليه بكل قوته ولكن تفتكر ان الواد هيسيبه. لا والله سيا هو كمان بيهجم عليه بالسيف التاني وبيقطع دراعه. سيد الحرب بيهجم عليه بالقبضه التانيه علشان يخلص عليه بس المعركه خلصت يا صاحبي. سيا بسيف النار بتاعه بيخلص عليه. ايوه كده خلاص الواد انتصر. بعد ما ريستا بقى بتعالج دراع ريستا المقطوعه سيا بيقول لها تروح تعالج سيد الحرب. بيقول كمان لروزلي تروح تودعه قبل ما يموت وبتزعق له روزلي وبتقول له الراجل ده مش ابويا ده خاين بحياته لسيد الشياطين رغم كل اللي عمله في البشر. بمجرد ما بتخلص كلامها سيا بيدي لها جوز كشافات كده بيرجعوها لوعيها. بيقول لها العتاب ما بينفعش غير لما الواحد يكون عايش فاستغلي اللي فاضل معاكي بقى علشان تودعيه. بعدها سيد الحرب بيعتذر لبنته على اللي عمله وبيقول لها انه كان عاوز يحميها مش اكتر. كان نفسه يحمي اهالي القلعه بتاعته وما كانش عاوز الموضوع ينتهي بالشكل ده. فبتتاثر البنت بكلامه وبتروح تودعه للمره الاخيره وبعدها الاب بيموت. بيعدي بقى يومين على المعركه دي وخلال الوقت ده بتكون روزا اعلنت موت سيد الحرب بسبب سنه. اصبحت المسؤوله عن القلعه وسيا بقى كان بيعالج اصاباته من المعركه الاخيره وبقى كويس. بيشكرهم سيا بقى على مساعدتهم خلال رحلته وبيقول لهم يتفسحوا في المدينه قبل ما يقتلوا سيد الشياطين. فبينبسط الكل وبيروحوا على المدينه علشان يهيصوا ولكن لما بيرجعوا بيلاقوا ان سيا اختفى ومش موجود في المكان. ريستا بتدور عليه في كل حته ولكنها مش بتلاقيه نهائي. فبتخاف ان هو يكون راح يعمل حاجه خطيره وبتروح عند اشتار علشان تساعدها. بعدها بيقابلوا اشتار في شجره الحياه الخاصه بالمملكه وبتقول لها انهم لما سابوا سيا راح علشان يواجه سيد الشياطين بنفسه. فبتقول لها ريستا ان ده مش منطقي لان سيا مش ممكن يعمل شيء متهور زي ده. هو في العادي بيكون حريص جدا قبل ما يقتل اي حد. بالاضافه يعني ان سيد الشياطين بيملك السلاح القادر على تدمير الروح الاصليه وكده الواد ممكن يكون في خطر ويموت نهائي. فبتقول لها اشتار علشان كده هو راح علشان يقتله لوحده علشان يضمن ان ما حدش فيكم هيتعرض لاي ضرر. ريستا بتقول لها اكيد لا يعني سيا شخص بارد ومش بيهتم باي حد. مستحيل
مستحيل يعمل حاجه زي كده. فبتقول لها اشتار ان ده اللي كانت هي فاكراه، بس في خلال الفتره اللي فاتت كان سيا بيحاول ان هو يحميكم قدر المستطاع، وعلشان كده كان بيعاملكم بالطريقه دي. ريستا بتقول لها طب في الحاله ديت ما راحش ليه علشان يتدرب زي كل مره ويرفع من قوته؟ هنا بقى بتعرفهم اشتار الحقيقه، وبتقول لهم ان سيا وصل لاعلى قدراته حتى قبل ما يدخل عشيره التنانين، وخلال الفتره اللي فاتت دي حاول بس ان هو يرفع قوته ولكن من غير فايده، وعلشان كده قرر انه يتعلم مهاره فالكيري وبيقاتل سيد الشياطين لوحده دلوقتي علشان ينقذ العالم. وحتى لو هو مات فهو ما عندوش مشكله. بتفضل لسه بقى تعيط وبتقول هو ليه عاوز يحميها بالشكل ده، دي مش معركته لوحده. فبتقول لها ستار ان هو بيعمل كده علشان يسدد دينا دي ما قدرش يسدده. وفجاه بيظهر مجموعه من المغامرين بيكونوا موجودين في الغابه ومعاهم اريا. سيا بقى بتستغرب وريستا بتسالها عن سبب وجود اريا وسيا هناك. فبتقول لها اريا ان دي ذكرياتها في احدى العوالم اللي كانت مسؤوله عنها، وفي العالم ده اختارت سيا كبطل علشان ينقذ العالم. ولكن خلال رحلتهم كان سيا مش بيهتم باي حاجه غير القتال والمغامره، وعلى الرغم يعني من تهوره لكنه كان بيلاقي طريقه علشان يكسب بيها المعركه، لحد لما بيكون بقى فاضل بس انهم يغلبوا سيد الشياطين وينقذوا العالم ده. وفي المعركه الاخيره بيقدر سيا ان هو يخلص على الشيطان. الكل ساعتها بقى كانوا فرحانين ان المعركه انتهت خلاص، ولكن فجاه بيظهر سيد الشياطين قدامهم بعد ما بتتجدد كل اصاباته. بتحاول اريا انها توقفه بس الوحش بياكلها. مش بيفضل غير سيا بس والمعالجه بتاعه الفريق. سيا بيسالها اذا كانت تقدر تعالج اصاباته، بس مع الاسف بتكون استهلكت كل الطاقه اللي عندها. بيرفع سيا سلاحه بقى علشان يحارب ملك الشياطين، وفجاه الشيطان بيهجم على المعالجه. الواد بيحاول يوقفه ولكن سيا بيكون ضعيف جدا ومش قادر عليه. بيحاول يرفع سلاحه ولكن برضه مش قادر. بيفضل يعيط لان الفريق كله مات بسببه وما كانش عارف يعمل ايه. بتوقف اريا بقى الذكريات اللي تقطع القلب دي، وبتفضل اريا تعاتب نفسها علشان هي السبب في فشلهم في المهمه دي. فلو كانوا جمعوا معلومات اكتر كانوا قدروا يتغلبوا على الشيطان ده وينقذوا العالم. وفي اللحظه ديت بتنهار ريستا من كتر العياط ومش بتكون عارفه مالها. فبتكشف لها اشتار الحقيقه، وبيطلع ان ريستا هي المعالجه اللي ما قدرش سيا يحميها، واللي بسبب تضحياتها والحاجات اللي عملتها في العالم بتاعها بقت اسطوره الشفاء وفقدت ذكرياتها عن العالم ده. بتفهم بقى ريستا اخيرا كل حاجه عن سيا، وبتعرف هو كان ليه بيعملها وحش. مش علشان هو بيكرهني، لا، ده علشان مش عاوز اللي حصل يتكرر تاني. بتطلب ريستا بقى انها تروح علشان تساعد سيا في المعركه، وبتقول انها ما تقدرش تسيبه بعد كل ده. اريا بتحاول توقفها ولكن البنت بتكون مصممه انها تروح. فاشتار بتفتح لها بوابه لمكان سيد الشياطين علشان تروح عنده. ولما بتوصل هناك بتلاقي سيا بيتقاتل مع سيد الشياطين بكل قوته ولكن مفيش اي فايده. فبيضطر ان هو يستخدم مهاره فالكيري علشان يخلص على سيد الشياطين، والمهاره بتشتغل فعلا. بتبدا تقطع في سيد الشياطين وبتكون على وشك انها تقتله، بس الشيطان بيكون لسه بيقاوم ومش عاوز يموت. سيا بقى بيطلع سيف العالم السفلي وبيرشوه في دماغه لحد لما بيخلص عليه، وبكده اخيرا الحرب خلصت. ولكن بسبب المهاره بيبدا جسم سيا ان هو ينزف من كل حته، وريستا بتحاول انها تعالجه ولكن ده ما بيكونش كافي. فبتضطر البنت انها تستخدم كل قوتها علشان تنقذه، وفعلا على اخر لحظه بتقدر انها ترجعه من الموت. بينبسط بعدها الكل لان كل شيء انتهى وخلاص بيكونوا هيرجعوا. ولكن فجاه بيظهر سيد الشياطين من البوابه بيقول لهم انتم فاكرين ان انا همشي لوحدي؟ انتم هتيجوا معايا. بيخرج كره طاقه عظيمه جدا قادره على تدمير الكوكب. فلما بتشوف لسه الهجوم بتيأس جدا وبتفكر ان دي النهايه، ولكن سيا مش هيتقبل ان دي تكون النهايه يا صديقي. بيستجمع كل قوته وبيستخدمها علشان يخلص عليه تاني. بيستخدم نفس المهاره تاني وبيحاول سيد الشياطين ان هو يهرب بالمهاره، ولكن على مين؟ ده سيا جامد تنين. بيخلص عليه وبكده سيد الشياطين بيختفي من العالم بالكامل. بعدها بقى المهاره ديت بتكلم سيا وبتقول له انت استخدمت قاضي الاعدام مرتين ولازم تدفع الثمن. بيبدا جسم سيا يتدمر بسرعه كبيره جدا، وريستا بتحاول انها تعالجه ولكن علاجها مش كافي. بتحاول ريستا بكل قوتها انها تنقذه ولكن برضه مش عارفه. سيا بقى في الوقت ده بيوقفها وبيقول لها مفيش داعي لكل ده، اخيرا المره دي انا قدرت احميكي. وبعد ما بيخلص كلامه جسمه بيتفتت وبيموت من المكان. ريستا بقى هي كمان كانت منهاره جدا وعماله تعيط بطريقه هستيريه. وبكده بقى صديقي بتخلص الحكايه الاسطوريه بتاعت سيا اللي الناس هتفضل تحكيها لمئات السنين. بعد ما بينتهي كل حاجه بقى بتروح ريستا تودع الكل لان ملك الشياطين انتهى والعالم تم انقاذه. بيشكرها الكل على مساعدتهم وبيوعدوها انهم يفتكروها للابد. بترجع بعدها للمملكه بقى وبتكون حزينه جدا لانها على الرغم من انها انقذت العالم خسرت سيا للابد. بتفضل في الحاله الصعبه دي لحد لما بتيجي اريا وبتقول لها ان اشتار عاوزاها. ايوه عاوزاها في موضوع مهم جدا. لما بيوصلوا هناك اشتار بتقول لها انها خليفه قواعد مملكه براندي، علشان كده هيتم معاقبتها برسالة لانقاذ عالم من الفئة اس، وخلال وجودها في العالم ده مش هتقدر تستخدم قدراتها. فبتقول لها اريا ان المهمه ديت مستحيله، العالم ده اتدمر بالفعل محدش هيقدر ينقذه. فبتقول لها اشتار علشان كده هتديها المحارب المناسب. ايوه بتديها ورقه البطل بتاعها، واكيد انت عرفت مين ده يا صديقي. هو مفيش غيره، سيا هو الوحيد اللي هيقدر ينقذ عالم زي ده. بتشكرها ريستا بقى وبتروح علشان تبدا المغامره الجديده بتاعتها، وكانت في قمه السعاده. وبس لحد هنا بتخلص الحكايه بتاعتنا. لو عجبك الفيديو
الفيديو ما تنساش تقول لنا في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.